تتواصل أشغال إعادة تهيئة ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط بوتيرة متسارعة وسط مؤشرات إيجابية تعكس التقدم الكبير الذي عرفه المشروع في الآونة الأخيرة، خاصة مع بداية بروز ملامح الطابق الثاني من المدرجات. الصور الحديثة الملتقطة من عين المكان تظهر حجم العمل الميداني وحضور فرق متعددة تشتغل بشكل منظم، إلى جانب تجهيزات ومعدات ثقيلة تستخدم في تثبيت الهياكل الخرسانية والأساسات، ما يؤكد التزام الجهات المشرفة بجعل هذا الفضاء الرياضي تحفة معمارية تليق بمكانة العاصمة ومكانة الكرة المغربية. ويراهن المهتمون بالشأن الرياضي الوطني على أن يشكل الملعب الجديد ملعب مولاي الحسن إضافة قوية للبنيات التحتية الرياضية، خصوصاً في ظل الاستعدادات لاحتضان تظاهرات قارية ودولية في أفق كأس إفريقيا للأمم 2025. ويبقى الأمل معقوداً على أن تستمر الأشغال بنفس الوتيرة حتى يسدل الستار قريباً عن مشروع ينتظره عشاق الرياضة بفارغ الصبر.